ويا عم مفيش حد قد مرتضى منصور. عشان اجيبها لك من الاخر، انا والله ما شفت الفقره اللي شتمك فيها، ولكن انا حزين لان عارف انك انت حد محترم، ولكن انا نصحتك وكنت لك ناصح امين، وانت عامل شغل زي الفل. يا محمد يا يسري يا زنفلي، بتقول الدولة تعوزه بالأدب والاحترام. روح للدولة، أنا مالي. بيشتمك ارفع قضية، بيتجاوز في حقك ارفع قضية، هو اتقال كده. يا بيه الموضوع ده حارة سد، حارة سد، حارة سد، والله حارة سد. واللي يقول لك اتغيرت، واللي يقول لك هبيت، واللي يقول لك بعت القضية، واللي يقول لك بعت ضميره، ما فهمش حاجة، ما فهمش حاجة. اقعدوا هاتوا من هنا ل100 سنة، وفي النهاية هتقولوا عبد الناصر زيدان كان صح. طب ما انا قلت لكم معلومة عشان تعرفوا ان انا صادق معاكم. قلت لو ما فيش صلح ما فيش حبس، واتعملت علي حملة من الأهلوية، وأعز أصدقائي قال لك عامل صفقة رخيصة مع مرتضى منصور. قلت لكم الأيام بيننا. طيب حضراتكم ردوا عليا، حصل حبس؟ ما تردوا عليا. في حبس حصل ولا أنا في غيبوبة في حتة تانية؟ أنا عايز أفهم. أنا مش بدافع عن مرتضى منصور، خلي بالك. أنا بتكلم بقرا لك الملف، والله العظيم اللي يفكرني بدافع عن مرتضى منصور ما بيفهم. أنا ماليش علاقة بالقصة دي خالص. وبيبو تريكة أهو يعرف جيدا شخصيتي. أنا خدت قرار، أنا مع الحق مش مع حد. وصلنا إيه؟ لحبس ولا تصالح. ما تردوا عليا. محمد عثمان لما خد الحبس قلت لكم ايه؟ قلت حكم سنة للأستاذ مرتضى منصور، وأتوقع إن زي ما حصل مع الأستاذ مرتضى منصور يحصل مع الأستاذ محمد عثمان. قلت أتوقع. حصل ايه؟ خد نفس الحكم محمد عثمان، إيقاف تنفيذ لمدة 3 سنين. أنا بقرا الملف